بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأهلاوية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. اقتراب رحيل محمد عبد المنعم، فترة الانتقالات القادمة. محدثكم وافي عرفة على قناتكم الأهلاوية. صلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. بعد الأداء المتميز اللي ظهر بيه محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي في بطولة أفريقيا الماضية بكوت ديفوار، واستمرار أدائه الرائع في مباريات الأهلي الأفريقية، تسابقت شركات التسويق الكبرى ووكلاء اللاعبين من أجل الحصول على توقيع اللاعب تمهيدا لتسويقه في أحد الأندية الأوروبية الكبيرة. وبالفعل نجحت أحد شركات التسويق الكبرى في التعاقد مع اللاعب وبدأت فعلا في تسويقه، وظهرت بعض الأخبار والتقارير الصحفية التي تؤكد ذلك وتشير إلى وجود بعض العروض الإنجليزية والألمانية والفرنسية للاعب، وهذا ما أكد عليه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على حسابه الخاص، مؤكدا على اقتراب رحيل محمد عبد المنعم لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا. ولكن آخر التقارير الصحفية والصادرة عن موقع هوم دي ماتش الفرنسي أكد أن محمد عبد المنعم سيكون صفقة قوية لدفاعات نادي نانت الفرنسي، مؤكدا على أنه يعد من أفضل المدافعين داخل القارة السمراء، بالإضافة إلى إمكانياته الكبيرة في الخروج بالكرة من الخلف وإجادته لألعاب الهواء خصوصا في الحالة الهجومية. وأشار التقرير أن سعر اللاعب حوالي 3 مليون يورو. وكشف الموقع عن اهتمام المسؤولين في نادي نانت بضم محمد عبد المنعم فترة الانتقالات القادمة بعد الاستفسار من مصطفى محمد عن اللاعب وسؤاله عن رأيه في اللاعب داخل وخارج الملعب. وكانت إجابة مصطفى محمد أن محمد عبد المنعم ملتزم داخل الملعب وخارجه، ونصح مصطفى محمد إدارة نادي نانت بسرعة التعاقد مع اللاعب لأنه سيكون إضافة قوية للفريق. وفي حالة احتراف محمد عبد المنعم ستجد إدارة النادي الأهلي نفسها في ورطة كبيرة، حيث يعتبر اللاعب هو حجر الأساس في دفاع الفريق، وسيكون من الصعب تعويضه خصوصا بعد تأكد رحيل محمد متولي وعدم الاعتماد على رامي ربيعة وإصابات ياسر إبراهيم المتكررة. ويجب على إدارة الأهلي البحث من الآن عن بديل مميز ليحل محل محمد عبد المنعم في حالة رحيله، وهو ما دفع إدارة الأهلي للتفكير في أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة. وبالتأكيد احتراف محمد عبد المنعم في أحد الأندية الأوروبية الكبيرة سيعود بالفائدة على المنتخب القومي، وسيؤدي إلى ارتفاع مستوى اللاعب الذي يستحق التواجد ضمن لاعبي أفضل الأندية في العالم. وعلى الرغم من أن رحيل اللاعب سيسبب بعض الحزن عند بعض جماهير المارد الأحمر، إلا أن مصلحة اللاعب والمنتخب القومي ستظل في المقدمة، مع تمنيات فريق عمل قناة الأهلاوية بالتوفيق للاعب. ويتبقى للحكاية بقية. لو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة، والسلام عليكم.